لا مرحبا بك. أنا جاي دوك نجيك ثم إن شاء الله. دوك نجيك إن شاء الله. ريحي ثم دوك نجيك إن شاء الله. ظاهرة تحدث لأول مرة بعاصمة ولاية المسيلة. شاب خصص سيارة الأجرة الخاصة به لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان. باتصال واحد يكون عبد المنعم في الخدمة دون تردد. عندي 3 سنين من بديت الخدمة هذه تاع النقل الحضري، وفكرة تاع البركة للنقل المجاني للمعاقين، ورقم الهاتف اللي مكتوب ثم. عندها عام، مدة عام اللي بديت نمارس هذا النشاط هذا إن شاء الله قبل ربي إن شاء الله. وإذا قدرني ربي مستوى الوطن، قال مثلا واحد عنده حاجه مثلا في الجزائر في باتنا مانيش عارف، لا قدرني ربي ان شاء الله نعاونوا باش اللي نقدر عليه ندير. كاين تصلب بعده ولايات مش غير بلديات، دوائر بلديات الحمد لله يا ربي، يعني عيطوا لي ولا قدرني ربي نروح لهم عادي. فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تجد صعوبة كبيرة في التنقل، واليوم يحاول هذا الشاب أن يخفف من مشاكلهم في التنقل. وأنا ما شفتش من قبل هكا، أول مرة اللي نواجه أنايا. شفت من قبل بصح يدوروا عليك يدير يخدموك يوم يومين ومن بعد يهربوا، بصح هذا الطفل هذا راني عمري ما شفت كيفه. يعني ما شاء الله، ربي إن شاء الله يخلي الشباب تاعنا ويوليو كيما هو. نعيط لو كي نحتاج. خدت الطفل أنايا مع باباها ثاني مكفوف وعنده السكر، ما تقدرش على 2 مرة واحدة. أما لا عادي كي نعيط له يجي يعاونني، يديني الطبيب يجيبني، يشري لي احتياجاتي. انا مريضه نشرب غير سعيده، يطلع لي قضيان. يعني ما كاينش، يعني الخو تاع اللي خويا ما لقيتوش كما هو. مواطنو ولايه المسيله استحسنوا هذه المبادره التي يتمنون ان تعمم ويحتذى به في مناطق اخرى من الولايه. دي فوا يجونا يعني دي مالاد قصار، كاين اللي ما عندوش وهي يسلك الاجره نتاع النقل الحضري، كاين اللي جابوه وتوخروا عليه ما حبوش، يعني ما كانش اللي يوصلوا لدارو. اتصلوا بي، عندنا النمر نتاعو تاع التليفون معلقينو، ونكتبوا حتى في لي كارت تاع لي مالاد، لي كارت دو رونديفو يجي. مبادرة تستحق كل التشجيع، فكرة رائعة جدا يقدم بها خدمات لا تعد ولا تحصى. عبد المنعم قدوة حسنة لكل الشباب، وعمل الخير لا يتطلب الكثير، فلو كل واحد يبادر في مجاله لجعلنا حياة ذوي الاحتياجات الخاصة بسيطة.